ابتسام الشقر قالت واحد العباره مسيئه: الله مثلي. باش غادي يفيدوا من الناحيه القانونيه. ها انت كاع استعملتي واحد 5 د الناس ولا 6 ولا 10 ولا 20 اللي ما كيفكروش بالعقل وكيفكروا بالعاطفه، وكتبوا لك مثلا في التعليق: كلنا رضا نتضامن مع رضا، ومثلا هجموا على النقيب. شنو هي الاضافه ديالها من الناحيه القانونيه؟ نقدر نقول الامير هشام ما كيعجبنيش، هذا حتى هو راي، ولكن الا جيت وقلت بلي انا رضا الطوجني راه دار شي فعل مثلا كما قال هو، راه خدا شرف ليا انك كبرتي بيا. هاد الشكايه اللي دارت ضد رضا الطوجني تكون مفتاح لشكايات اخرى، يعني غيتحلوا ملفات اخرى. الزول وتحيه طيبه. يبدو ان الناشط الرقمي او اليوتيوب رضا الطوجني قرر يعني مواجهه الامير هشام في المحاكم. البارحه الاخوان خرج دار واحد الفيديو تقريبا فيه شي ربع ساعه او 16 دقيقه، العنوان ديالو كما دار توضيح بشان الشكايه، واللي تصنت لها الاخوان غادي يلقى بان السيد يعني مشى للامام. امير مولاي هشام اللي كيبغي يتلقب بالامير الاحمر، البارح دار واحد التدوينه في البروفايل ديالو في الفيسبوك. يبدو بانه عنده ما يثبت بشان داك الشيء اللي قال، يعني غادي يمشي للمحاكم وغادي يتواجه مع الامير. انا الاخوان سجلت واحد 3 ديال النقاط اساسيه. النقطه الاولى كتعلق بالمحامي ديال الامير هشام اللي هو النقيب عبد الرحمن الجامي. البارح رضا الطوجني تكلم عليه وقال لك سيدي راه السيد كيتعتبر قدوه، وانه راه كيدافع على حريه التعبير الى غير ذلك. الاستاذ الجامعي كنحترمه بزاف، كنقدر هذاك السيد منذ سنوات، قدوه. السيد قام في مهنة المحاماة، مدافع شرس عن حقوق الإنسان وعن حرية التعبير. النقيب الجامعي كتعرفوا بأنه يدافع حاليا على ابتسام الشقر، وكيدير او كيدخل واحد الموكله ديال المحامي اللي هي كلكم الاخوان كتعرفوها، اللي هي ابتسام الشقر، التي أدينت ابتدائيا إلى حد الآن الإخوان بلغة القانون هي ما زال بريئة، يعني كانت ابتدائيا تقريبا بشي 2 سنين، ولكن باقي الملف غادي يمشي للاستئناف ومن بعد غادي يمشي لمحكمة النقد. إلى حد الآن بلغة القانون كتعتبر بريئة. السيد رضا الطوجني كيقول كيفاش لأن هذا المحامي هذا اللي هو النقيب يعني عبد الرحيم الجامي كيدافع على هذه السيدة هذه اللي ارتكبت حسب داك الشيء اللي كيقول فعلا خطيرا جدا. زعما كلام خطير جدا ويمس نقول لك شعور المسلمين كاملين. بالرغم من ذلك الاستاذ النقيب الجامعي يدافع عنها بشراسه وكيقول حقها في التعبير، من حقها تعبر. السيده قالت الله مثلي، سبات الذات الالهيه وكل شيء، من حقها تعبر. هذا الشيء هو اللي كيقول هو. اشنو اللي قلت انا خطير اخطر من هذا الشيء، اخطر من ابتسام الشقر؟ حتى حاجه. واخا هكا الاستاذ الجامعي النقيب قرر انه ياخذ هذا الملف ويحط شكايه به. غنقول لكم الاخوان بغض النظر على النقاش القانوني واش هو اساء السيده اللي مازال الملف ديالها رائج امام المحاكم، ولكن الملاحظه البارزه اللي غادي نسجلوا هنا هو انه السيد رضا الطوجني حاول العزف. يعني كاع الناس او بزاف ديال المغاربه عارفهم بلي انه ما كيتفقوش مع داك الشيء اللي قال ديك السيده، وبطبيعه الحال حتى انا ما كنتفقش معها، ولكن ما كنتفقش في نفس الان تمشي للحبس. يعني داك الشيء اللي قالت بينها وبين الله عز وجل، وهي اصلا في راسها راه داك التعبير اللي استعملت راه ما كتشوفوش اساءه، هي في راسها ما كتعتبرش اساءه بالنسبه ليها، ولكن الله عز وجل انا بالنسبه لي انا كنامن الله عز وجل هو اللي كيحمي الانسان، ماشي الانسان هو اللي كيحمي الله. بدليل صورة الأنبياء الإخوان رجعوا لها غيتلقاو سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مشى وهرس يعني الأصنام ديال القوم ديالو، وفاش جا القوم ديالو عنده قالوا له ودي كيفاش شكون اللي دار هذا الشيء؟ قال لهم ودي سولوهم من كانوا كانوا ينطقون. يعني داك الأصنام ديال القوم إبراهيم ما قدروش يدافعوا على رؤوسهم، وغلبهم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام غير بالعقل وبلا منطق. إذا أنا كنآمن بأن الله عز وجل هو اللي كيحمي الإنسان ماشي العكس. أنا كنشوف ذاك النص القانوني اللي كاين في القانون الجنائي خصو يتعاد فيه النظر ويتدقق أكثر، وديك السيدة ما كانت حتى شي واحد كيدي فيها وديما كدير بحال داك الشيء أو شي حاجة قريبة ليها ومنذ مدة، لكن زعما حاليا زعما ما فهمتش أنا. هو من الناحية القانونية عادي زعما، ولكن ما فهمتش
عموما رضا الطوجني فاش خرج وكيوظفها كانه يريد استماله الناس. هنا غادي نسجل واحد الملاحظه وسطر على الاخوان. دابا باش غادي يفيد داك الشيء اللي قال ابتسام الشقر قالت واحد العباره مسيئه: الله مثلي مثلي. باش غادي يفيدوا من الناحيه القانونيه. ها انت كاع استعملتي واحد 5 الناس ولا 6 ولا 10 ولا 20 اللي ما كيفكروش بالعقل وكيفكروا بالعاطفه، وكتبوا لك مثلا في التعليق كلنا رضا نتضامن مع رضا، ومثلا هجموا على الناقب. شنو هي الاضافه ديالها من الناحيه القانونيه؟ كنت اتمنى ان ما يكونش الاستاذ الجامعي، كنت اتمنى باش يكون اي نقيب ولا اي محامي، لكن الاستاذ الجامعي مدافع شرس عن حريه التعبير. هذاك الشيء غير مفيد من الناحيه القانونيه. هذه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه، كيفاش غادي يشوفوا النخب ديال البلاد هذا الخرجه الاعلاميه اللي دار رضا الطوجني يوم امس. بطبيعه الحال فيها اشكال حقيقي، لان المحامي كينوب على الموكله ديالو، راه ما كيعنيش كيتفق معها، وانما يدافع عن القانون. كان يفترض انه يناقش معها في امور اخرى، ولا كاع ما يجبد المحامي، لان المحامي في نهايه المطاف هو كينوب على الموكل ديالو. انتهى. ممكن مثلا يناقش معاه في الناحيه ديال حريه التعبير ويدافع على راسه، ولكن يدخل ذاك الملف ديال ابتسام الشقر هنا كاين نقاش الاخوان، وكانه زعما يحاول الركوب على الملف واستماله الناس باش انهم يدافعوا عليه. وكما قلت راه يقدر يستعمل واحد 5 ولا 10 ولا 20 ياك، ولكن راه ما غاديش يفيدوه حتى شي حاجه، لانه القانون كيبقى قانون. هذه الملاحظه او الموضوع الاول او النقطه الاولى. دابا نمشيو للنقطه الثانيه. البارح يصر وكيقول بانه يعبر عن رايه، وكيقولها في اكثر من مره. كيقول اودي راه هو كيعبر على رايه ومن حقه، وانه راه لا يمثل، راه ماشي ناطق رسمي ديال شي جهه معينه. ابديت رايي من بعد سلسله ديال الاستفزازات اللي قام بها، هذا رايي انا، اللي قام بها الامير مولاي هشام ضد جلاله الملك. هذا رايي انا، يعني لست الناطق الرسمي باسم القصر الملكي ولا شي حاجه رسميه، قلت رايي، قلت بان السيد كيدق على جلاله الملك وعيق عليه. كيركز على هذه النقطه هذه. انا ما كندوي باسم حتى واحد، انا كنعبر على رايي وقلته واتحمل مسؤوليتي فيه. شنو هو المشكل هنا بالزربه؟ وكما قلت في الفيديو ديال البارح الاخوان، ممكن زعما ترجعوا ليه، راه كاين فرق شاسع ما بين يعني التعبير عن الراي وما بين نشر المعطيات. راه فاش كنجي كنقول مثلا رضا الطوجني ما كيعجبنيش في الطريقه باش كيتكلم، هذا راي ديالي، هذا راي ما عند حتى شي واحد شغلو فيه. نقدر نقول الامير هشام ما كيعجبنيش، هذا حتى هو راي. ولكن الا جيت وقلت بان رضا الطوجني راه دار شي فعل، مثلا كما قال هو، راه خدا واحد العدد ديال المال وكذا وكذا وخرجوه برا بدون ما يدوز على مكتب الصرف، فراه هذا كيتعتبر خبر. يا اما يكون عندي عليه الدليل وغادي نبقى يعني نتشبت بالراي ديالي، نتشبت بهذه المعلومه هذه، يا اما ما عنديش عليها دليل وخصني نعتذر. هذا الشيء هو اللي كاين، لانه يمس هذا الخبر بسمعه المتضرر. نتمنى الفكره انها تكون واضحه. هذا كيتسمى تشهير الا ما عنديش عليه الدليل. اذا رضا الطوجني فاش كيخرج كيقول كيعبر على رايه، كان يفترض فيه، لانه في الفيديو اللي داز راه فيه تقريبا شي 37 دقيقه والنص ديالو او شي 20 دقيقه، اكثر من 20 دقيقه، راه كان كيتكلم على الخرجه ديال الامير هشام ياك. ولكن راه كاين شي حوايج راي ديالو، ولكن كاين شي حوايج اخرين نشرهم معطيات. هذوك المعطيات اللي ديجا هضرت عليهم البارح في الفيديو، الا كانوا عنده ما يثبتها فمزيان يمشي للقضاء، ولكن الا ما عندوش راه خصو يعتذر. هذا الشيء هو اللي كاين، راه ما كاينش شي حاجه اخرى الاخوان. اذا نتمنى الفكره انها تكون واضحه. دابا ندوزو النقطه الثالثه، وردوا معايا البال. كيقول بلي انه راه شرف ليه ان الامير شكا به، وكيقول بلي انه راه شرف ليه وكبر به، يعني فاش مشى حط به الشكايه راه كبير هذاك، يعني عطاه واحد المكانه وقال لك عنده واحد الشرف انه يوقف هو وياه امام المحكمه. شرف لي انك حطيتي بيا شكايه، شرف لي انني نوقف امام امير في المحكمه. اولا شرف لي انك كبرتي بيا وما مشيتيش للاخرين وهذا وكبرتي بيا وحطيتي بيا شكايه. هذا الشيء هو اللي كيقول لنا البارح، ولكن كيقول واحد النقطه غايه في الاهميه. كاينين جهات يعني مؤثرين صحفيين مواقع الكترونيه كتسلخك وكتجلدك وتتهمك باقبح النعوت، ولكن
ما مشيتيش لهم، ما حطيتيش بهم شكايات، علاش؟ لماذا لم يتقدم يعني الامير بشكايات ضد ناس اخرين كيتكلموا عليه؟ وبالتعبير ديال رضا الطاوجني كيقول كيسلخوه. هادشي هو اللي كيقول لنا رضا الطاوجني البارح. شكون اللي كيقصد بهذا الكلام هذا؟ الله اعلم. يعني واش كاين شي وحدين اخرين كيتكلموا على الامير بشي طريقه او كينشروا عليه ادعاءات او كيشهروا به؟ ما عرفتش شكون اللي كيقصد رضا الطاوجني بهذا الكلام هذا. ولكن هنا يقدر نمشيو بواحد التحليل غايه في الاهميه وردوا ليه البال الاخوان. راه يحتمل باللي انه هذا تحليل الاخوان، يحتمل بانه هاد الشكايه اللي دارت ضد رضا الطاوجني تكون مفتاح لشكايات اخرى، يعني غيتحلوا ملفات اخرى اللي بحالها. اش بان لكم؟ واش هاد الشيء اللي قال رضا الطاوجني يحيل على هاد التحليل اللي درت ولا لا؟ يحتمل ان في الايام المقبله يقدروا يكونوا شكايات اخرى في ملفات اخرى مشابهه، يعني والمستقبل او قادم الايام غادي ياكد هاد الهضره هادي او غادي ينفيها. عموما باش نختموا هذا الفيديو هذا، يبدو بلي ان رضا الطاوجني يعني قرر ويصر انه يمشي للمحكمه. راه كلشي ممكن، راه يقدر يكون عنده الادله، الا ما عندوش راه خصو يعتذر. هادشي هو اللي كاين، راه ما كاينش شي حاجه اخرى. اذا اخوان الى هنا، تحيه لكم والى اللقاء.